على بعد خطوات من أهرامات الجيزة، وفي واحدة من أهم بقاع الأرض، يقف بناء ضخم يلمع تحت شمس القاهرة، كأنه ولد من قلب حضارة لا تموت. إنه المتحف المصري الكبير. هذا المكان ليس مجرد متحف، بل حلم بدأ منذ عشرات السنين، مشروع أرادت به مصر أن تعيد تقديم نفسها للعالم، وأن تضع تراثها في مكان يليق بعظمة آلاف السنين من التاريخ. عندما تقترب من المبنى للمرة الأولى، تشعر كأنك أمام بوابة زمنية ستدخل منها إلى عالم آخر، عالم يبدأ من الماضي ويصل حتى اليوم. فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير بدأت عندما أدركت مصر أن المتحف القديم في التحرير لم يعد قادراً على استيعاب كنوز الحضارة المصرية الهائلة. ملايين القطع كانت بحاجة إلى عرض أفضل، تخزين أفضل، ورؤية جديدة تجعل العالم يرى مصر كما يجب أن ترى. ومع بداية القرن 21 انطلقت المسابقة العالمية لتصميم صرح ثقافي يليق ببلد من أقدم حضارات الأرض، وفازت واحدة من أهم الشركات العالمية بتصميم مبنى فريد يجمع بين الفن القديم والهندسة الحديثة. الواجهة المصنوعة من الحجارة الرملية، الخطوط الهرمية التي تعكس روح الفراعنة، والمساحات الواسعة التي تشعر معها وكأنك في مدينة كاملة، كلها تفاصيل جعلت المتحف المصري الكبير مشروعاً هندسياً من الطراز الأول. مساحة المتحف الكلية تتجاوز 480 ألف متر مربع، مساحة كافية لعرض آلاف القطع الأثرية وتقديم تجربة لا يمكن لأي متحف آخر في العالم أن يقدمها. التصميم اعتمد على دخول الضوء الطبيعي بشكل مدروس، بحيث يتسلل داخل القاعات بطريقة تشبه ضوء المعابد القديمة، يعطي القطع رونقاً خاصاً ويجعل كل تمثال وكل حجر يشعر وكأنه يحكي قصة خاصة. المهندسون أرادوا أن يكون المتحف تجربة بصرية وروحية، لا مجرد مكان للعرض، ولذلك ركزوا على أن تكون الحركة داخل المكان سلسة، وأن يشعر الزائر أنه ينتقل تدريجياً عبر الحضارة المصرية من عصر إلى عصر. وبمجرد أن تخطو داخل القاعة الكبرى، ستجد أول مشهد لا يمكن أن تنساه: تمثال الملك رمسيس الثاني الذي يقف شامخاً في وسط البهو العظيم، وكأنه يستقبل العالم كله بنفسه. هذا التمثال الذي تم نقله من ميدان رمسيس في واحدة من أعقد عمليات النقل الهندسي في التاريخ، يقف الآن في مكانه الجديد محاطاً بإضاءة قوية ومساحة هائلة تجعله يبدو كما لو أنه عاد إلى الحياة. من اللحظة الأولى تشعر أنك في حضرة ملك حقيقي،